حاجه، هل من اسباب رحيله شركه الكره؟ شركه الكوره دي تعرف في مجلس الاداره، ما اعرفش جون بيها ايه ماله بيها. يعني جون موضوع شركه الكوره احنا خدنا قرار من اول مجلس الاداره لما جينا انشاء شركه كره القدم. بدات الاجراءات تمت اداريا من حوالي 8 شهور. بدانا انفعال الشركه اللي هي يوم ما اجتماع مجلس الاداره اللي انا انسحبت منه. ايوه تمام، لاسباب معينه اعتراضا على حاجات معينه وفي كان مثلا اعتراض ايجابي شويه بصوره علنيه اكتر. انا كل اعتراضاتي داخل مجلس الاداره. تمام، ده بالذات لا، كان في موقف لازم اكون فيه قوي جدا، لان شايف له رؤيه معينه انا مش شايفها مظبوطه، غيري يشوفها صح، ده حقه. واخد بالك 12 واحد، في 12 واحد في المجلس، كل واحد بيقول لي رايه في الاخر. في مثلا الدكتور حسام مندوه اعترض، ده كان شركه الكوره، بدا يتقال كلام. كم واحد اعترض في مجلس الاداره؟ مفيش غير الدكتور حسام مندوه. وانت؟ انا انسحبت، لكن انت بعد كده انسحبت؟ انسحبت من الجلسه. خدتها من بابها. ما في حاجه يعني معينه الوحيد اللي اتعرضت اعترض قدامي. على نسب شركه الكوره حسام المندوب. حاجتين انا اعترض على نسبه الكوره. انا اعترضت الحاجتين، العلنيه عن اعلان عن شركه الكوره في السوشيال ميديا، واللي لقيته اللي مكتوب في السوشيال ميديا هو المكتوب في محضر مجلس طيب الاداره. لما واحد بس اللي اعترض، يعني الاغلبيه موافقه، طب ما تمش الموضوع ليه؟ اتناقشوا في الجلسه وبتاع حاجات زي كده، وبعد كده بيشوفوا بقى بتتعمل، وشركه الكوره موجوده. مين قال شركه الكوره مش موجوده؟ شركه الكوره مش موجوده. لكن القانون المصري يا كابتن اكرام يا كابتن اسلام حدد شركات الكوره في مصر ب 49 للمستثمرين 51. ده القانون المصري. استثنى حاجتين، ان انت حضرتك تجيب موافقه الجمعيه العموميه لو هتزيد عن ال 49. تاني حاجه الجهه الاداريه، يعني انا ممكن مجلس الاداره يقول لك 60 40، ممكن بس الناس تاخد باستفاضه شويه، تقول لك 60 40 70 30، تيجي الجمعيه العموميه تقول لك يجي الجهه تقول لك لا ترفض. ده القانون المصري. المانيا كده، انا رحت انا وكابتن حسن شحاته في تجربه مع ميونخ 1860، كنا ممثلين لناس اماراتيين انا وكابتن حسن شحاته. ايه المشكله؟ ان احنا حضرتك واخدين ال 49 في نادي ميونخ 1860 والنادي 51، ده القانون الالماني. فانتوا حضراتكم هتبقوا ممثلين لينا في المانيا. تواجدنا في المانيا انا وكابتن حسن شحاته 6 شهور، بقينا نتابع ال 49% بتاعت المستثمرين. وهل في نادي زي نادي الزمالك اما ادي الاسلام الشاطر 49% من نادي الزمالك، وده قليل؟ قليل، نسبه قليله. الاداره، قصه كانت في الاداره تقدر بعقد تدي الاداره تقدر تدي الاداره ل 49. انا بمتلك نادي احمد سليمان، نسبتي فيه 45%. انا شركتي الخاصه تمتلك نادي، بس الاداره مع احمد سليمان. الراجل الرئيسي واخد 55%، ليس له دور غير اطلاعه على مالياته. انا المسؤول عن كل حاجه، مع ان النسبه ايه؟ اللي اقل. فتيجي النهارده المشكله الاكبر التقييم، مش موضوع الناس مستربعه فيه، وكويس ان هي جت في نادي الزمالك. التقييم هو الاصعب وليس النسب. النهارده نيجي مثلا الواجهه الاجتماعيه زي ما قال الاستاذ محمود طاهر وبعض الناس، نادي زد الابراج والحاجات الكبيره اتعملت في 6 اكتوبر، اول مره يبقى فيه ابراج وقصه اتقامت على حاجه واحده. نادي زد ارتبط اسمه بمشروع نجوم الكوره، ميدو، سيف زاهر، حازم، كل ده مبيعات على اعلى مستوى. في سيراميكا، هل سيراميكا بيكسب من كره القدم؟ لا يمكن. هل بيراميدز بيكسب؟ لا يمكن. طب انت عايز تبقى ايه؟ ايه ده؟ انت عايز تبقى ايه؟ انا عايز ابقى نادي الزمالك. ما عنديش غير نادي الزمالك. نادي الزمالك رقم واحد. النسبه دي بتاعت الجمعيه العموميه والدوله. تمام. تيجي تقول لك لا، تيجي تاني للنسبه الثانيه اللي هي المشكله الاكبر، التقييم. هل النهارده اما اديك 10% دي قيمه 10% من نادي الزمالك 119 سنه؟ هو ده الاصعب، هو ده الاصعب، لان لم تحدث في تاريخ الكره المصريه حتى هذه اللحظه ان يتم تقدير نادي كبير بشعبيه وجماهير زي الزمالك. تمام.